اليوم الثاني في مؤتمر ما بعد مفهوم النص، القرآن من النص إلى الخطاب. في هذه الجلسة سوف نستمع إلى مداخلتين. المداخلة الأولى بعنوان التاريخانية في مفهوم نصر حامد أبو زيد من خلال كتابه مفهوم النص، ويقدمها لنا الأستاذ الدكتور سعيد توني، وهو حضر رسالة الدكتوراه في الفكر العربي المعاصر، تخصص الدراسات الإسلامية، وهو أستاذ بجامعة المليدة بالجزائر. هو رئيس تحرير مجلة المدونة ورئيس تحرير مجلة اللغة العربية التي تصدر عن جامعة المليدة بالجزائر. له مجموعة من المؤلفات، منها تحليل الخطاب القرآني، دراسة أسلوبية تطبيقية، وأيضا تحديث التفكير الديني، دراسة في المنجز التأويلي عند نصر حامد أبو زيد. يسعدنا أن نستمع الأستاذ الدكتور سعيد توني في مداخلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأستاذة ابتهال يونس على استضافتها لنا. شكرا للحضور الكريم. بادئ ببدء أقول لكم شيئا، وهو أن رحلتي مع نصر حامد أبو زيد كانت لي هي قصة طويلة. في سنة 2006 التقيت بالأستاذ أركون محمد أركون الجزائري، وكانت بداياتي مع الفكر العربي المعاصر في رسالة الدكتوراه، وكنت لم أستقر على عنوان رسالتي، فأردت أن تكون دراستي حول أركون الجزائري، وهو الذي يعيش في فرنسا. فطلب مني واحتدر وقال ووجهني إلى شخص آخر، وهو نصر حامد أبو زيد الذي لم أكن أعرفه البتة يعني. لأنه يختلف كثيرا عن أركون. فقال لي أركون بالحفل واحد في مدينة قسنطينة في شهر 5/2006، قال لي إن نصر حامد أبو زيد اضطهد في بلده وكتب تحت ضغط السلطة الدينية، فعليك أن تتوجه إلى هذا الرجل لأن كتاباته تختلف كثيرا عن كتاباتي. قلت له كيف؟ قال لي أنا عشت في فرنسا وكان لي أمرين. الأمر الأول، أو كان لي أمران. الأمر الأول وهو أن لي في فرنسا هامش كبير من الحرية، ثم أيضا أنني عشت في فرنسا وتأثرت، والخلفية المعرفية هي الأوروبية بحتة، فمعظم المناهج التي تعلمها هناك من صلبها وهو يتكلم الفرنسي. ثم أشير إلى نقطة هامة أشارها إليها زملاء البارحة، وهو أن أركون لم يكن يعرف العربية قبل سن 11 من عمره. فأركون ولد وعاش ال10 سنين الأولى في منطقة اسمها منطقة القبائل بالجزائر، وهذه المنطقة عدد سكانها حوالي 5 إلى 6 ملايين نسمة، وبالتالي فيتكلمون اللغة الأمازيغية البربرية، وقلة منهم من يحسنون العربية خاصة في الخمسينات والستينات القرن الماضي. فأشار إلي أركون أن أدرس هذا الرجل، فكانت رسالتي في الدكتوراه حول نصر حامد أبو زيد، وكانت بالنسبة إلي متاهة، فعلا متاهة، لأني عدت إلى كتبه، خاصة الكتب الأولى، خاصة كتابه مفهوم النص الذي انطلقت منه. فوجدت من بين المباحث التي خاض فيها الرجل والتي أفادتني كثيرا وشغلتني كثيرا أيضا في رسالتي هو مبحث التاريخية أو التاريخانية كما يسميها أركون. فأردت أن أقدم هذه المداخلة أو هذا البحث، وهو طويل جدا في حوالي 32 صفحة، وبالتالي لخصت هذا البحث في بضع صفحات أحاول أن أسردها باختصار شديد وبتركيز شديد جدا. فبدأت من عنصر منبع التاريخية أو منبع التاريخانية عند نصر حامد أبو زيد. يستمد نصر حامد أبو زيد رؤيته التاريخية من اهتمامه بالفكر المعتزلي أولا.
يهتم نصر حامد أبو زيد بالقصص القرآني، واهتمامه بالقصص القرآني شكل لديه وعيا تاريخيا بدأ يتبلور لينسحب على علوم القرآن الأخرى. استعان نصر حامد أبو زيد بمباحث الوجود ومبدأ حدوث الكون، يؤيد قوله بالتاريخية توجهه ونظرته إلى النص واعتباره نصا لغويا تسحب عليه جميع قوانين اللغة وقواعدها، فما دامت اللغة في تطور يصبح الماضي منها مع التطور تاريخا، فكذلك الأمر بالنسبة للنص الديني في نظر الخطاب الحداثي الزيدي عد نصا لغويا تشكل في الثقافة واكتسب سلطته في الواقع. العنصر الخامس يوسع نصر إطار تاريخانية ولا يجعله محصورا في علوم القرآن المعلومة وهي الناسخ والمنسوخ والمكي والمدني وأسباب النزول، بل تتعداه إلى المفاهيم التي تطرحها اللغة ضمن نصوصها من خلال منطوقها، مفاهيم لا تحمل صفة ثبوتية بل لكل قراءة آليتها الاستكشافية للغوص وفتح مغاليق النص. ولهذا يقول هو في كتابه مفهوم النص في الصفحة 82 يقول: ليس المقصود بالبعد التاريخي هنا علم أسباب النزول أو ارتباط النصوص بالواقع، الحاجات المثارة في المجتمع والواقع، أو علم الناسخ والمنسوخ وتغير الأحكام لتغير الظروف والملابسات فقط. إن البعد التاريخي الذي نتعرض له، وهذا كلامه، هنا يتعلق بتاريخية المفاهيم التي تطرحها النصوص من خلال منطوقها، فليس ثمة عناصر جوهرية ثابتة في النصوص بل لكل قراءة جوهرها الذي تكشفه في النص. ينطبق هذا على النصوص التشريعية وعلى نصوص العقائد والقصص. إن النصوص الدينية قد تأنسلت منذ تجسدت في التاريخ واللغة، وهي محكومة بجدلية الثابت والمتغير، فالنصوص ثابتة في المنطوق متحركة متغيرة في المفهوم. من بين الأشياء التي كانت النبع الذي استقى منه نصر أن القرآن الكريم نزل منجما في 23 سنة حسب الحوادث ومقتضى الحال. هذا الأمر لا ينزع عن النص حسب نصر دائما صفة الخلود والصلاحية الزمكانية، لأن الغاية هي إعادة فهمه وقراءته مع تغير الزمان والمكان وتطور الحياة العامة. سابعا يجعل نصر حامد أبو زيد إثبات تاريخية النص من المتلقي وما يحيط به، نقطة البدء والميعاد، وهذا كله مرده إلى ثنائية الوحي والواقع أو النص والواقع. الواقع أن تاريخية أبو زيد في هذه النقطة، نقطة النص والواقع، تقدم الواقع على الوحي، ومن ثم تقدمها على الأزلية والأبدية، وهي تاريخية تصطدم بإقرار عام يشير إلى قدم كلام الله وأزلية ذاته، حيث القرآن الكريم في اللوح المحفوظ الموجود قبل الواقع، بل قبل خلق الإنسان والسماوات والأرض. وما دام أن الله موجود قبل خلق المكان علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون، ومن علمه أسباب النزول والنسخ وغيرهما، فهذا أمر يجعل الواقع تابعا للوحي، والتنزيل يتركب على الوقائع. هذا التوجه الذي رفضه أبو زيد برره بالقول في كتابه مفهوم أو نقد الخطاب الديني، يقول: إذا كان معنى قدم القرآن وأزلية الوحي يجمد النصوص ويثبت المعنى الديني، فإن معنى حدوث القرآن وتاريخية الوحي هو الذي يعيد للنصوص حيويتها ويطلق المعنى الديني من سجن اللحظة التاريخية إلى آفاق الالتحام بهموم الجماعة البشرية في حركتها التاريخية. يلخص أو يخلص نصر إلى أن التاريخية مبنية على الوقائع العينية التي صاحبت نزول الوحي أو التي بسببها نزل الوحي، وهي كلها وقائع ساهمت في تشكيل النص إن على مستوى المضمون وإن على مستوى التركيب. والوقائع التي يقصدها نصر هنا هي علوم القرآن المعلومة، وهي النسخ والمنسوخ وأسباب النزول والمكي والمدني، على اعتبار أن منهج الدراسة الزيدي ينطلق من الواقع الحسي العين في حركة تصاعدية ليصل إلى الأعلى المتسامي، أو كما يقول هو في كتابه مفهوم النص: يبدأ من الحقائق والبديهيات ليصل إلى المجهول ويكشف عما هو خفي. نرى الآن أهم تلك الوقائع العينية التي هي علوم القرآن وكيف وظفها نصر لإثبات تاريخية النص القرآني. ونبدأ بالمكي والمدني، وتجب الإشارة أو وجبت الإشارة هنا إلى
اختلاف معايير التقسيم في قضية المكي والمدني، وسنرى على ما وقع عليه نصر. فما نزل بمكة اعتبر من لدن بعض المفسرين القدماء مكي، وما نزل بالمدينة مدني. وهناك من خالفهم وقال أن من نزل بقوله يا أيها الذين آمنوا مدني، وما نزل بقوله يا أيها الناس فهو مكي. ومن هناك من قال، ومنهم السيوطي والزركشي، قالوا من ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة يعتبر مدنيا. وهنا تجدر الإشارة إلى أن نصر اعتمد على دراسته في هنا على بعض مخرجات العالمين اللذين ذكرتهما، ويبقى الأمر معياريا غير دقيق، إلا أن نصر وقع على الاختيار الثالث، وهو ما نزل قبل الهجرة وما بعد الهجرة، ولو كانت الآيات نزلت في مكة المكرمة كالآية التي وردت في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فنزلت في فتح مكة وهي مكة، واعتبرت ضمن سورة المائدة التي هي مدنية. نجد نصر حامد أبو زيد في هذا العنصر يبحث عن معايير جادة تثبت موقفه، ومن ذلك يعني في التاريخية طبعا معيار الأسلوب أو ما أطلق عليه هو الخصائص الأسلوبية. ومن تلك الخصائص الأسلوبية العامة الطول والقصر، حيث لما كان محمد بمكة كانت تنزل عليه الآيات والصور القصار مثل الكافرون، الكوثر والفلق وغيرها. أما ما نزل بالمدينة فهي الصور والآيات الطوال كآيات الدين مثلا. ولأن المرحلة قبل الهجرة كانت مرحلة إنذار، كان لا بد أن يكون أسلوبها في الصور والآيات القصار المكية يعتمد على لغة ذات أسلوب مركز وموقع، فالهدف هو التأثير. أما المرحلة الثانية المدنية مرحلة الرسالة والتبليغ، فهي تخاطب المتلقي وتنقل إليه محتوى أوسع من مجرد التأثير، وهي من ثم تحتاج لغة مختلفة على مستوى التركيب والبناء. في الرسالة يغلب جانب نقل المعلومات على جانب التأثير، فالأسلوب أسلوب تلقين وتعليم. ومن المعايير الأخرى أيضا من الخصائص الأسلوبية التي أشار إليها أبو زيد أيضا في إثباته التاريخانية معيارا فارقا بين المدني والمكي، نجد خصيصة مراعاة الفاصلة، حيث يمكن أن تعد جزءا من الطبيعة اللغوية للغة التأثيرية لغة الإنذار، وبالتالي اعتبرها من مميزات سور وآي القرآن المكي، وهو ما يناسب أيضا النمط المكي القصير. وقد ألف عرب مكة بلاغة متفردة في نظم الكلام الذي يعتمد أكثره على السجع مما ألفه العرب. الواقعة العينية الثانية هي أسباب النزول. يؤكد هذا العلم الجدلية القائمة بين النص والواقع، لهذا يعتبر هذا الموضوع أكثر المواضيع التي تنعش البعد التاريخي للنص القرآني عند نصر حامد أبو زيد، وهذا ما جعله في كتابه مفهوم النص يضرب عديد الأمثلة الكاشفة عن أسباب النزول، بما يؤكد الارتباط التام بين النص الوحي وواقع الناس، لأن جوهر التاريخانية كما سبق بيانه ربط النصوص بالواقع الذي نشأت فيه وعدها نتاجا لتفاعل الإنسان مع معطيات الزمان والمكان. ولكن أمام هذا التوجه الزيدي ألا يحق لنا أن نتساءل: هل نزول الوحي على مدار 23 سنة كان مرتبطا ارتباطا تاما بالأسباب، ولولاها لما كان لينزل القرآن؟ ثم كيف نفسر أو نؤول الآيات التي لم تنزل لحدث وقع؟ يرى حسن حنفي في هذا الباب أن كل آيات القرآن نزلت لأسباب، وذلك بغية التوصل لمعرفة صلة الوحي بالواقع من خلال طرح مجموعة من التساؤلات. يقول حسن حنفي في إحدى كتاباته، يقول: حاولت تجميع كل أسباب النزول طبقا للمواقف الإنسانية لمعرفة صلة الوحي بالواقع، لا يهتم الترتيب الزماني بل البنية الموضوعية. متى يأتي الوحي منبيا لرغبة الواقع أفرادا وجماعات، ومتى يأتي مقوما له مفسرا إياه، متى يأتي مخففا ملطفا مهينا معترفا بالضعف البشري، متى يأتي مشددا من أجل شحذ الهمة الإنسانية، متى يتداخل الكلام الإلهي والكلام البشري، وماذا عن طرق أداء الرسالة وتحقيق الدعوة، كيف يكشف الوحي الحوادث الماضية وواقع التاريخ، ما هو الفرق
أو ما هي الفرق المعارضة والجماعات المناوئة للتفسير، كيف يتأسس النظر وكيف يتحقق العمل. نشير هنا إلى أن الدكتور محمد عمارة أشار، أو في دراسة إحصائية أشار إلى أن هناك 20% فقط من الآيات التي نزلت لأسباب، ونصر يخالف في هذا الأمر. وبالعودة إلى نصر فإنه يرى أن علم أسباب النزول من أهم العلوم التي تميط اللثام عن علاقة النص بالواقع، فبحث عن تلك العلاقة مستندا إلى أسباب النزول ووظيفته في ضبط دلالات النص، وكذا النتائج الخطيرة المترتبة على التمسك بعموم اللفظ وإهدار خصوص السبب. ولهذا ركز على أسباب النزول بوصفها شواهد لفهم النص بغية تحديد درجة التعميم. ومتى تحجب عنا الواقع فقدنا القدرة على الوصول إلى الحقيقة أو حقيقة النص. الواقعة العينية الثالثة هي الناسخ، والأخيرة هي الناسخ والمنسوخ. العلاقة وطيدة بين أسباب النزول والناسخ والمنسوخ، والعلاقة هذه تعود إلى 3 أسباب رئيسية. أما السبب الأول أن هذين العلمين متصلان في رأي القدامى بمرحلة الوحي، إذ يتعذر الحديث عنهما خارج هذا الحيز الزمني المحدود. ثانيا أن القول بالنسخ يرتكز على معرفة تاريخ نزول الآيات الداخلة في النسخ، أي تأخر نزول الآيات الناسخة عن الآيات المنسوخة، وتتأكد الحاجة إلى المعرفة في ضوء نظام الصور أو صور المصحف وآياته القائم على ترتيب التلاوة لا ترتيب النزول. ثالثا يتعذر فهم الأحكام المستفادة من النسخ إلا بتبين أسباب نزول الآيات الموافقة لتلك الأحكام. طبعا كملاحظة فقط، عرجنا في ورقتنا البحثية هذه على مفهوم النسخ عند القدماء كما جاء به الطبري والأصفهاني في تفسير الآيات التي وردت فيها كلمة نسخ، وبالعودة إلى أهمية النسخ عند نصر حامد أبو زيد. طبعا في هذه النقطة أو في هذه الواقعة العينية في الناسخ والمنسوخ، صنف نصر حامد أبو زيد ظاهرة النسخ بوصفها أكبر دليل على جدلية الواقع أو العلاقة بين الوحي والواقع، ذلك أن إحدى زوايا هذه الظاهرة تتمثل في عملية التدرج في بناء الأحكام وتطبيق عملية التغيير، وهو أمر يربط شئنا أم أبينا بين النص والواقع. فالنسخ بالمفهوم الزيدي هو إبطال الحكم وإلغاؤه، سواء ارتبط الإلغاء بمحو النص الدال على الحكم ورفعه من التلاوة تماما، أو ظل النص موجودا دالا على الحكم المنسوخ، بمعنى أن هناك مما نزل على محمد من الآيات ونسخت بمعنى ذهب أثرها من التلاوة، أي لم تعد مرسومة في المصحف. وقد عرض هذا المفهوم طبعا الكثير من المفسرين لأنهم يرفضون مبدأ التنزيل دون التدوين، فما نزل دون وهو يتلى، على أنهم يحتفظون بالمعنى الثاني للنسخ الذي أشار إليه أبو زيد، وهو أن يبقى النص موجودا دالا على حكم نسخ سابقا مثل آية الخمر مثلا. يستدل نصر حامد أبو زيد في سياق حديثه عن مفهوم النسخ دائما في كتابه مفهوم النص على ما اعتمد عليه بعض العلماء في ذلك، وهما نصان من القرآن، أحدهما مكي والآخر مدني. فأما النص المكي فقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إلى نهاية الآيات، الآية 103. والنص المدني: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، إلى نهاية الآية 108. وفي الآيات الأولى يحدد أبو زيد النسخ بإبدال حكم بحكم مع الإبقاء على النصين، على اعتبار أن لفظ الآية معناه في بعض النص ووحدته الأساسية، فيكون بذلك إبدال بعض النص حكم ببعض آخر حكم جديد أو حكم بحكم جديد. وكان هذا الإبدال محل سخرية واتهام بالكذب من لدن المشركين للنبي الكريم طبعا. أما الآيات المدنية من سورة البقرة الآية 105 و6 و7 و8 بعد 100، فذهب فيها أبو زيد مذهبا يخالف جميع المتقدمين منه وحتى الكثير من المتأخرين. في سورة محمد الطاهر بن عاشور مفسر القرآن التونسي، فأقر أن لفظ الآية ليس معناه بعض النص أو وحدته الأساسية، بل تعني العلامة الدالة. يقول فيما نصه من كتابه مفهوم النص:
ولعلنا من هذا السياق نفهم أن الآية من النص السابق التي يقع عليها النسخ أو النسيان ليس المقصود بهذا المعنى، أو المقصود بها المعنى اللغوي للآية بمعنى العلامة الدالة. ويؤكد هذا الفهم من جانبنا الحديث عن ملك السماوات والأرض، أولا عن طلب طلبه أهل الكتاب والمشركين من النبي، طلب يقارنه النص بما سبق أن طلبه قوم موسى منه، وهو طلبهم رؤية الله جهرة. لقد كان طلب أهل الكتاب أن قالوا فجر لنا أنهارا نتبعك ونصدقك، فطلبهم هذا حسب أبو زيد مبني على المقارنة بين قوم موسى وأهل الكتاب من بعدهم، حيث تكون الآية بمعنى العلامة الدالة على صدق النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هذا المفهوم الزيدي لم نجد له أثرا في حدود بحثنا في الكتب القديمة والحديثة، وبالتالي فهي من اجتهاداته فقط. فما يأتي بعد لفظ آية قوله تعالى أو ننسها هو بمعنى النسيان، أي المحو من قول بالنبي رغم تعدد قراءة هذه اللفظة ومن ثم تعدد معانيها، لأن النسيان يتعارض مع لفظ العلامة التي يشهدها الناس جميعا. وقد حمل بعضهم اللفظ على النسأ أي تأجيل الحكم كما قال بذلك الزركشي وغيرهم، وهذا يدل على حكم أو على عدم إلغاء الحكم، بل يبقى معلقا إلى حين توفر الأسباب فيثبت الحكم. طبعا جماع القول فيما ذكرته فيما يخص باب النسخ هنا، لأن الحديث في هذا الأمر ذو شجون. جماع القول أن النسخ عند المفسرين القدماء هو تغيير حكم بحكم، فالناسخ لاحق والمنسوخ سابق، وكلاهما متعلق بجزء أو بعض من النص القرآني مما فيه حكم الواقع البشري الثابت العقائدي كالوحدانية وغيرها. لهذا الأحكام التي طالها النسخ مختلفة باختلاف الظروف الزمانية والظروف المكانية والواقع، فالنسخ متعلق بأحكام التكليف التي تتخذ صبغة التضرر حتى تصل إلى الحكم الذي يتسق مع الفطرة الإنسانية والتغيرات التي تطال الزمن. ومعرفة الناسخ من المنسوخ مقترنة بمعرفة أسباب النزول وترتيب الآية ووفق نزولها لا وفق ترتيبها في المصحف. وهذه الاجتهادات التي وصلت إلينا أو التي وصل إليها القدماء المفسرون وعلماء القرآن لا تختلف كثيرا عن النتائج التي استأنس بها مفكر هذا العصر من بينهم نصر حامد أبو زيد، رغم اختلافه معهم في بعض المفاهيم التي صاغها كما سبق الذكر بما يتماشى مع المنهج الذي يتوخاه منذ البداية، وهو المنهج الواقعي ما يحقق البعد التاريخي للنص. أشكركم وأتمنى أن أكون قد أفدتكم. شكرا لكم والسلام عليكم.